السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. كم جرتو نقا أماني الحمد لله نقا انجرا قافيتكم قابا الصلاة الجارية جتشم مال جتشورا كومنتي رتي ناف بري سامي كانت أنسولاني كيفيات الصلاة الوتر فيديو ده كيف فتح. إن هناك فضل خاص لصلاة الوتر التي تعد سنة مؤكدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وأقل صلاة الوتر ركعة واحدة، وأكثرها 11 ركعة أو 13، يصليها ركعتين ثم يصلي واحدة يوتر بها. وأدنى الكمال في الوتر أن يصلي 3 ركعات يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى، وفي الثانية سورة الكافرون، وفي الثالثة سورة الإخلاص، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي مع طلوع الفجر، وأداؤه في الثلث الأخير من الليل أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلاة آخر الليل مشهودة. ويشرع الدعاء في الوتر في الركعة الأخيرة قبل الركوع أو بعد الرفع منه، فيرفع يديه ويدعو بما ورد من أدعية مأثورة، مثل: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ولا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء لا في الوتر ولا في غيره، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أن يقول بعد صلاة الوتر: سبحان الملك القدوس 3 مرات، ويمد صوته ويرفعه في الثالثة، وله أن يزيد رب الملائكة والروح. ويشرع قضاء الوتر نهارا وتقضى شفعا، لما ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة،